الأطفال بالنسبة لهم البيت وكل حاجة شايفينها حواليهم هي عبارة عن كيدز اريا بس. الكيدز اريا دي بيتعمل فيها ايه؟ بنلعب وبنكسر وبنستكشف وبنعمل فيها كل اللي احنا عايزينه. ما فيهاش حاجة تتكسر، ما فيهاش حاجة خطر. هي حاجة مصممة للأطفال. البيت بالنسبة لهم كيدز اريا، الحمام بالنسبة لهم كيدز اريا، الأجهزة كيدز اريا. هما مهما قعدنا نحلف من هنا للصبح هما مستحيل يستوعبوا قد ايه الحاجة دي غالية، قد ايه الحاجة دي مهمة، قد ايه الحاجة دي خطر. عشان كده احنا مضطرين نخلي البيت سيف، بيئة آمنة ليهم بقدر الإمكان. ولما يبهدلوا نبقى هاديين وما نلفتش نظرهم انه الحاجة دي بتستفزنا او الحاجة دي انا مش عايزاك تعملها تاني. لانه قبل السنتين انا لو اتشقلبت هو مش هيفهم غلط وصح، هو كل اللي فاهمه انا في مكان فيه ملاهي بلعب، وماما لما بمسك اللعبة دي او بحط ايدي على الزرار ده ماما بتتبسط وبتبصلي وبتقولي لا ما تعملش بتتكلم معايا. هو بقى مش فاهم انا بقول ايه، حتى لو عارف كلمة لا هو مش فاهم انه لا دي ما تعملش كده. هو كل اللي في دماغه ماما بصت لي لما عملت الحاجة دي فماما بدأت تلعب معايا، بابا بدأ يلعب معايا. اوقات كتير بعد ما بننظف البيت ونرتب كل حاجة ونرجعها زي ما كانت ويجوا بقى يعملوا حاجة كارثة اعصابنا بتفلت، ولكن يعني ايه بنهدى. نهدى على طول بمجرد ما بنفكر نفسنا ان هو ده طفل مش فاهم وانا اللي غلطان، لان هو في الاول وفي الاخر اي حاجه الطفل بيكسرها فاحنا الغلطانين ان احنا اللي سمحنا له ان هو يوصل لها. فتراي يعني حاولي بقدر الامكان انتي تكوني هاديه، يكون زوجك في البيت هادي. حاولي قدر الامكان تقولي للعيله محدش يقوله ده غلط وده صح وما تعملش وسيب ومش عارف ايه، لان كل ده بالعكس هو بيلفت نظره اكتر للالعاب دي، لان هو بيشوفها العاب فبيفضل يكررها 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 لحد ما انتي في الاخر ما بتبقيش عارفه تسيطري على الموضوع. لما يعني يوصل للسن اللي هو هيفهم فيه فعلا غلط وصح يبتدي بقى ايه عيشي حياتك. قبل كده بجد الموضوع ده بيبقى لود كبير قوي علينا كأمهات، وبيبقى بلا فايدة بلا نتيجة. انا عارفة ان احنا كأمهات مضغوطين ومضغوطين جدا وغصب عننا اعصابنا بتفلت وصوتنا بيسمع الشارع كله، بس حرفيا مفيش دقيقتين تلاتة بنهدى وبناخد ولادنا في حضننا ونبتسم وخلاص اتس اوكي، ده طفل مش هعمل عليه بعقله.